يلا نصلي على الرسول يا حلوين وحطوا لايك للفيديو. وعايزة رأيكم في القصة بتاعت النهاردة دي بالله عليكم، لأن رأيكم يهمني جدا. وعايزة أقول لكم إن القصة النهاردة دي هتعجبكم جدا. قصة النهاردة بتقول أنا ست كبيرة في السن، أنا عندي 54 سنة وجوزي بيكبرني ب5 سنين. جه فرح بنتنا وجوزي لقيته جايب الرقاصة في إيده ومصمم إن هو يقضي معاها الليلة. أنا متجوزة من 23 سنة، معايا 4 أطفال بقوا عرايس وكبروا، منهم ولد واحد بس. يوم فرح بنتي كان جوزي حضر الفرح ومبسوط جدا، وكان الفرحة مش سايعاه. في نهاية الفرح عمل حاجة ما كانتش متوقعة على دماغ أي بني آدم في الدنيا، وعمل حاجة نزلتني جدا وخلتني ما بقتش عارفة أبص في وش حد. جوزي طول عمره خير، وطول عمره اللي في ايده مش ليه، وطول عمره مش مخليني عايزة حاجة ببيتي، وطول الوقت كان عصبي وكان طول الوقت حاسس ان هو لسانه طويل، وكنت بخاف من لحظات غضبه جدا. اتجوزت انا وهو وعشنا مع بعض واستحملت طباعه وهو كمان عرف طباعي. هو كانت طباعه كويسه قوي وكانش بيخليني نفسي في حاجه، كل حاجه في الدنيا كان بيجيبها لي. لكن مشكلته انه ما كنتش بقدر اقول له لا او كل اللي في دماغه صح او غلط كان بينفذه. كان طول الوقت كل اللي في دماغه هو الصح، ما كانش يعرف يعني ايه يتعامل معايا، وما كانش يعرف يعني ايه ياخد رأيي في اي حاجة. رأيه هو اللي كان بيمشي، انا مجرد بس كنت بسمعه. هو عاوز ايه يعمل ايه وبعمله له، لكن ما كانش ليا شخصية ولا رأي في البيت نهائي. وكنت لما بعترض على كلامه كان هو بيزعل، وكان ممكن يوصل لدرجة ان هو ممكن يضربني ويبهدلني، وكان معايا اطفال ما كنتش عاوز اسمح ان ده يحصل قدامهم. فكنت بمشي كلامه صح او غلط، ما كنتش بقدر اعارضه او اناقشه في اي موضوع حتى الخاص بولادي، وحتى اللي ممكن الاقيهم هم نفسهم معترضين على ده. لكن هو برضو عياله كانوا نفس الوضع، كان رأيه هو الوحيد اللي بيمشي في البيت، وما كانش فيه حاجة اسمها نتناقش او نعرف ناخد قرار مع بعض. لا، القرار الاول والاخير كان ليه هو وبس. بدأت أسمع كلامه وسايره في الصح والغلط، لأن أنا ما كانش في حالة تستدعيني إن أنا أقدر أسيب بيتي وأروح كل شوية عند أهلي، لأن مين كان هيستحملني بولادي ال4؟ وفي نفس الوقت هو كان مع طول الوقت كان طبعه بيزيد، وكل ما سنه بيكبر كل ما الموضوع ده بيزيد أكتر معاه، وبحس إن هو رأيه بيمشي في الصح والغلط. وأنا وعيالي ما بقاش لينا أي لازمة في البيت غير إن إحنا بنسمع كلامه بس في الصح وفي الغلط. أي حاجة بيقولها لازم نقول أمين، مهما كانت الحاجة دي صح أو غلط، سواء تنطبق عليا أو على ولادي. ماشيين في زمن سي السيد زي ما بيقولوا. كان دايما بيبات برا البيت، أغلبية وقته كان دايما برا البيت، كان بيسهر في أفراح، كان طول الوقت حاسس ان هو بيجي متأخر. كان بيشرب حاجات مش ممكن تتخيلوها، كان بيشرب كل انواع المخدرات. ما كنتش بقدر اقول له حاجة لان هو مش مخلي بيته عاوز حاجة، وبمعنى اصح ما كانش مخليني عاوزة حاجة، وما كانش الموضوع ده مأزمني نفسيا. هو كان مأزمني نفسيا بس مش مأزمني بنعمة المصروف. كان كل حاجة في بيتي موجودة وبزيادة، فكنت بقول خلاص يعمل اللي يعمله، اهم حاجة اعيش انا وولادي وهو تصرفاته وهو يتحاسب عليها قدام ربنا. ما كنتش اقدر اقول له انت بتبيت بره فين ولا مع مين ولا بتعمل ايه. كان يقول لي دايما انت ليكي مصروف بيتك وليكي اللي انت عايزاه يجيلك، مش اكتر من كده، غير كده انت مالكيش حاجه، وانا حر اعمل اللي انا عايزه، انا راجل. انت مالكيش تتحكمي فيا وتقولي لي بتعمل ايه ولا بتبات فين ولا بتكلم مين، ولا ليكي علاقه بيا خالص. انت كل اللي ليكي واللي يخصك جوه بيتك، بره بيتك انت مالكيش دعوه بيه. وكنت عايشة ان ده امر واقع، وهي دي عيشتي، وهي دي اللي ربنا كتبها عليا، وما كانش في ايدي حاجة اعملها خالص، ولا كان حمل تقيل. وكنت بقول هروح فين بعيالي دي كلها، وانا بناتي على وش جواز، طب هروح بيهم فين؟ فكنت مضطرة ان انا اقعد واعيش العيشة دي. وفعلا جهزنا بناتنا، وكانت اول يوم فرح بنت من بناتي، وجهزتها احسن، كان جهزها احسن جهاز. وكنت خلاص راضية بقى بالامر الواقع، وما كانش فيه قدامي حل تاني. ويوم جهاز البنت يوم فرحها قال انا هعمل لها فرح كبير يحكي بيه الناس كلها. وبقيت مبسوطه وفرحانه لان دي كانت اول فرحه في حياتي، بنتي الاولانيه. وكنت خلاص بقى حاسه ان انا اديت رسالتي، وبدات ان انا احس ان انا بطمن عليهم، وكنت بقول يا رب عدي الايام دي على خير، لان انا فعلا عشت معاه تعبت وما بقتش قادره، وكنت خلاص من كتر نفسيتي ما هي كانت تعبانه. كنت بحاول اعدي الامور زي ما تيجي،
كل حاجة كان بيقولها في الفرح كنت بعديها، وكل حاجة كان بيقولها في الجهاز دي لأ ودي ودي هنجيب ودي مش هنجيب، كان بيعدي كلامه، كان بيمشي أوامر. وكنت خلاص أهم حاجة إن بنتي ما تطلعش ناقصة حاجة، وبنتي يكون فرحها يعدي على أكمل وجه. وفعلا عمل فرح كبير جدا لبنتي، كانت الناس كلها بتحكي وتتحكى بيه، وكل الناس كانت فرحانة وقام بواجب الناس وزيادة. وكان مكلف الفرح بطريقة غريبة، وكان يعني جيت اما بقول له حاول تلم ايديك شويه كان بيقول لي لا لازم افرح بيها. ويوم الفرح لقيته جايب رقصتين، بقيت اقول له طب لازمتهم ايه، كنت بحاول اخده بيني وبينه كده بالراحه عشان ما يتعصبش عليا قدام الناس ويعمل اي مشكله، لان طبعا نسايبنا موجودين واهالينا في الفرح، ما كنتش حابه اي مشاكل، ولان هو ما بيسيطرش على نفسه ولا عن الطريقه اللي بيتكلم بيها قدام اي حد. خدته بيني وبينه في الاوضه وبقول له الرقصات دي لازمتها ايه، ملهاش لازمه، الفرح فيه شباب وفي ناس كبيره، ما ينفعش الرقصات دي، واللي هيعملوه في الفرح عيب، احنا ما ينفعش، ده مش مأمنة، احنا كنا نقضيها زي الناس، والناس خدت واجبها والناس مبسوطة، وملهاش لازمة الرقصات، حتى عشان جوز بنتك وشكلنا قدام الناس، الرقصات دي لبسهم مش كويس وبيعملوا حركات مش كويسة في الفرح ما تليقش بينا. فلقيته قال لي مالكيش دعوه، وما افتحش وما اسمعش صوتك في الفرح ولا تتكلمي، ولا ليك زيك زي اي واحده معزومه، ما تقوليش اي حاجه وما تتدخليش في اي حاجه. ولقيت ردوا عليا زي العادة، سكت عشان ألم الدور. الرقاصة طلعت على الفرح وفضلت ترقص وتعمل حركات مش كويسة، والناس الكبيرة بقت تتفرج، وأنا بقيت محروجة جدا، والشباب بدأت كلها تتجمع قدام المسرح، والرقاصة بدأت تعمل حركات وحشة جدا، وبدأت ترقص مع الناس الكبيرة رقص مش قادرة أقول شكله إيه، لأنه رقص فعلا، هي فعلا بتسمى رقاصة بني آدمة قليلة الاحترام عشان خاطر المنظر اللي بتعمله ده. اسلوبها وحركاتها مع الشباب بدأت تثير المنظر، وبدأت الفرح بعد ما كان حلو بدأ الشباب يعملوا معاها حاجات مش كويسة فوق المسرح، وبدأت بنتي تتحرج وجوز بنتي بقى باصص في الأرض، وما بقينا حاسة ان انا بقيت في نص هدومي ومش قادرة افتح بقي ولا اقول اللي بيحصل غلط ولا صح. وقلت ليلة وتعدي، بقيت في نص هدومي فعلا، وما بقيتش عارفة ايه اللي بتعمله ده، وبقيت عايزه اقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط، بس طبعا ما اجرؤش ان انا اقول لواحده حاجه زي كده، او جوزي ممكن يعمل فيا ايه بعدها. وسكت وقلت يوم ويعدي، وللاسف اليوم ده ما عداش، اليوم ده كمل باكتر من كده. لقيت جوزي طالع في وسط الناس وبيرقص مع الرقاصة، والرقاصة بتحط ايديها على وسطه وتحط ايديها، انا بقيت مكسوفة من منظر الناس فيه، لان ده ابو العروسة وكل المعازيم باصين عليه، وبنتي بقت من الكسوف وشها جاب 100 لون، وما بقتش عارفة تقول ايه ولا تعمل ايه، وبقت محروجة من اهل جوزها واللي ابوها بيعملوا قدامها مع الرقاصة وفي المسرح وقدام الناس. اليوم ده بعد ما كان ماشي حلو جدا في اول الفرح، وبقيت مش عايزه الفرح يخلص، بقيت اقول امتى يا رب الفرح يخلص وبنتي تقوم من فرحها وتمشي وتروح بيتها، عشان الم اليوم ده والم الاحراج اللي انا بقيت فيه. بقيت بعد الثواني بالثانيه لغايه ما اليوم يخلص، لان كنت فعلا تعبانه قوي، كنت هعيط، لكن انا ما كنت ماسكه نفسي بالعافيه وما كنتش عارفه اعمل ايه. وعدى اليوم وبنتي قامت من على الفرح ومن على الكوشة، وخدها جوزها وأهل جوزها وروحوا، وبقيت شهدت 100 مرة عقبال ما مشوا، لأن الفرح اتلم من غير مشاكل والحمد لله عدت. بس كنت خلاص بنتي روحت بيتها وهم بقوا يلموا حاجة الفرح، وأنا دخلت بيتي، بس كنت خلاص حاسة إن أنا روحي بتطلع مني، وعيالي جوه معايا بقوا يحاولوا يصبروني ويقولوا معلش يا ماما اليوم عدى وحصل خير. ودخلوا جوزي ما جاش بعديها من الفرح وما دخلش، ما بقتش عارفه خد بعضه وراح فين، وكمان الرقاصه اختفت مش عارفه هي راحت فين. خلاص دخلت قلت اي غرفة 60 داهية، اهم حاجة ان بنتي ليلتها اتلمت وخلاص. دخلوا عيالي اوضهم والفرح الناس بتلم فيه في الفراشة بره، وببص لقيت جوزي داخل عليا هناك بس بعد الساعة 3، ولقيته جايب في ايده الرقاصة وداخل. فبقول له مين، ايه دي، ايه اللي جايبها هنا دي؟ قال لي ما تفتحيش بقك، دي هبات معايا الليلة دي. قلت له ايه انت بتقوله ده؟ قال لي زي ما سمعتي كده هتبات معايا الليلة دي. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي زي ما سمعتي، عندك كلام تاني تحب نفرج علينا الناس؟ ما بقيتش عارفه ارد على ده واقول له ايه، وصوتي هيعلى والعيال هيطلعوا من اوضهم وهم ما بقوش صغيرين يشوفوا ابوهم في الوضع ده، واضطريت ان انا اسكت وما قدرتش افتح بقي يوميها. خد الرقاصه ودخل،
الأوضة وقفل على نفسه. وبقيت أنا هتجنن ومش عارفة أعمل إيه ومش لاقية للبني آدم ده حل ومش قادرة أقول له حاجة، وفضلت ساكتة لغاية النهار ما طلع، ومش عارفين يعني إيه أفضل ساكتة لغاية ما عدي اليوم ده. ولا كنت حاسة بإيه وأنا حاسة إن جوزي قاعد مع واحدة تانية في أوضة تانية وبيعملوا إيه، متخيلاهم وكل حاجة بتحصل بينهم زي ما يكون شايفاها. كنت حاسة إن أنا هيجرالي حاجة. كان بيخرج برّه وكان بيبات برّه، بس كان بعيد عني، ما كانش الأوضة اللي جنب منّي وما كنتش حاسة بنَفَسه، وكنت حاسة بيعمل إيه، وكنت حاسة إن أنا متخيلة إن أنا شايفاه. وفضلت طول الليل أعيط وهو في الأوضة التانية مع الرقاصة، والرقاصة كانت صوتها أمّا كان بيوصل لي هنا بضحكها، وبكل اللي كانت بتعمله كنت حاسة إن أنا شايفاه، وكنت حاسة إن أنا مش قادرة أقيم دماغي من الأرض. عدّى ساعة و2 و3 و4 وقُلت خلاص، هو كده زمانه اتخمد ونام. أنا لازم أمشّي البني آدمة دي من البيت قبل ما الناس تصحى وقبل ولادي ما يصحوا ويشوفوها وقبل ما تحصل فضيحة. وفعلًا رُحت على الأوضة وخبّطت بالراحة، ولقيتها هي اللي طالعة لي لمّا إن هي كانت لسه صاحية، هو اللي كان نام. وقُلت لها: "يالّا خدي بعضِك وامشي من هنا، عشان أنا ولادي قرّبوا يصحوا والناس زمانها دلوقتي هتتلم عليكِ، خدي بعضِك وامشي عشان الفضيحة." قالت لي: "بس جوزِك لسه ما ادانيش حسابي." قُلت لها: "خدي بعضِك وامشي ولمّا يصحى وابقي اتصلي عليه، لو ما معاكيش رقمه هادّيه لِك، وابقي خدي اللي أنتِ عايزاه، أهم حاجة تمشي من هنا دلوقتي، أرجوكِ امشي من هنا." لقيتها بتقول لي: "لأ أنا مش هامشي من غير حسابي، صحّيه هافضح لكم الدنيا وهالِم عليكم الناس إن ما خدتش فلوسي، وهاقول جوزِك عمل إيه معايا طول الليل وما خدتش حسابي." وما بقيتش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين ولا أقول لها إيه. ولقيت نفسي باقلع غويشة من الغوايش بتاعتي وبادّيها لها وباقول لها: "خدي وخدي بعضِك وامشي أرجوكِ، كده كفاية حسابِك؟" قالت لي: "كفاية أوي، ده كتير كمان." قُلت لها: "بس كتير عشان أنتِ رخيصة، خدي بعضِك وامشي وما اشوفش وشِّك هنا تاني، يالّا." وفعلًا خدت الغويشة من إيدي، وأنا كنت خلاص وقتها كنتش عارفة أنا باعمل إيه ولا باتصرّف إزاي، وكل مادة كنت باحس إن أنا بدأت أكرهه، وبدأت أكره الساعة اللي أنا عِشت فيها من خيره، وعِشت ساكتة على كل الوضع اللي أنا كنت فيه، وما كنتش عارفة أعمل إيه. يومها قررت إن أنا أنتقم منه، وقررت إن أنا أعاقبه على كل دقيقة عملها غلط في حقي، وعلى كل دقيقة أنا كنت ساكتة فيها وما خدتش حقي منه. ومن هنا طلع الشيطان اللي جوايا، من ست مستسلمة وراضية بنصيبها وراضية بالأمر الواقع اللي هي عايشاه، لست لازم تاخد حقها وتاخد حق الليلة دي وكل اللي اتعذبته فيها وكل ثانية اتحرق أعصابها فيها. وفعلا قررت إن أنا أخد حقي. ومن هنا قمت بالليل يوميها. اليوم عدى وتاني يوم بالليل طلعت على الصيدلية جنب بيتنا، وطلعت عليه وكان الوقت متأخر، وقعت في عرضه وقلت له: أرجوك ألفت له قصة من خيالي. وكنت ساعتها الشيطان اللي جوايا اشتغل، وقلت له: ابني شاب مراهق ومش عارفة شرب ايه مع اصحابه، والولد دلوقتي مش عارفة حالته صعبة قوي، ابني لقيته محتاج بنت معاه وعمال يقول لي: جوزيني دلوقتي اهو انا محتاجه اتجوز، ومش عارفه اصحابه سقوه ايه ولا عملوا ايه. ارجوك يا دكتور اتوسل اليك، انت عارف الشباب اليومين دول ممكن يعملوا ايه وممكن يوصلوا شاب لدرجه ايه. ارجوك اديني اي حاجه، انا معرفش ممكن يكونوا سقوه اي حاجه منشطات. فقال لي: ممكن يكونوا سقوه حاجه وعاملين فيه مقلب، ممكن يكونوا سقوه اي منشط وهو مش واخد باله، فده اكيد بيخليه بالمنظر ده. فقلت له: طب اتصرف يا دكتور ارجوك اديني حاجه. وفعلا الدكتور صعبت عليه واداني شريط برشام من عنده وقال لي: شريط البرشام ده تديله منه واحدة دلوقتي بس ما تديلوش تاني، لأن ممكن يدمر له أعصاب جسمه، وممكن تاني مرة ما يكونش قادر يعمل علاقة أو يكون أثرت عليه لأن هو شاب ولسه في مرحلة البداية. فأرجوكي ما تديلوش منه غير واحدة بس، وساعة ما يحصل ده مع بعد شهرين تلاتة أو في أي وقت تاني بس فترة كبيرة وتلاقيه حصل له موقف زي ده، تديله البرشامة دي من غير ما يحس بيها لأن هي ملهاش طعم. اديله البرشامة دي لو حسيت ان ممكن يكون اتعمل في ابنك حاجة زي كده. فطبعا بقيت مبسوطة جدا وبقيت قلت له: شكرا يا دكتور ربنا يخليك. قال لي: بس خلي بالك، اوعي تديله البرشامة دي قريب من بعضها، لان ممكن لو اديتيها له هيحصل له عجز وضعف جنسي، اوعي تقضي على ابنك. فانا من هنا اتبسطت اكتر واكتر لاني قلت هو ده المطلوب وهو ده اللي انا عاوزاه. وفعلا خدت شريط البرشام روحت بكل تفكير ازاي بقى هحط له البرشام ده وازاي هديهوله امتى. وفعلا اول ما رحت
بدأ انتقامي من جوزي وعملت له كوباية عصير وحطيت له فيها البرشامة، وزي عادته جه يفكر يقرب مني لقى البرشامة، لقى نفسه مش عارف يعمل حاجة. قلت له خلاص عادي، ده يمكن من إجهاد الفرح، أو يمكن عشان خاطر بس أنت كنت سهران ليلة امبارح، وأنت عارف سهرة ليلة امبارح أنت قضيتها إزاي. قال لي يا انت مبقيش قلبك اسود بقى، خلاص يوم وعدى وغلطة. قلت له لا عادي انا مش زعلانه. وفعلا بدأت كل يوم احط له البرشامه، كل يوم، لغايه ما فعلا بقى زيه زي اختي، مش عارف يعمل معايا اي حاجه. وهنا كان كل الوقت عمال يفكر ايه اللي حصل لي، وايه اللي جرالي، انا كنت كويس، ايه اللي حصل لي. ولما فعلا خلاص بقى زيه، زي خلاص مش قادر يقيم راسه في وسط الناس، ومش قادر يبص لي حتى بعين واحده. قلت له ممكن ده يكون تأثير الرقاصه، ما هو عشان دايما اللي بيمشي في الحرام ربنا بيعاقبه، بيبقى معاك كويس ونضيف وبيبص الحاجة الرخيصة. شهر واتنين وتلاتة، لدرجة انه بقى يقول انا كده خلاص ما بقاش في مني للستات وما بقاش في مني للجواز، طب اعمل ايه. واتكسر كسرة، بقيت كل يوم بشوفه ما بيحاول مرة واتنين وتلاتة ومش عارف، لدرجة ان بقى ياخد بعضه ويطلع زي عادته يبيت بره، وبقى زي ما يجي زي ما يروح، وكل مادة بيزيد ضعف، وكل مادة بيتكسر اكتر واكتر. وكل ما بشوفه بيتكسر كل ما انا بكون شفيت غليلي منه، وخدت حقي وحق كل اللي كان بيعمله فيا. وكنت كل شوية بزود، كل شوية بديله، وكنت كل يوم بحط له في العصير وهو مش عارف اي حاجة. لغاية ما جه في يوم وقال لي انا كنت بعمل غلط، انا كنت بروح البيات اللي انا كنت ببيته ده بره كنت ببيت مع ستات، وحقك عليا، انا ربنا عاقبني اشد عقاب، انا عمري ما هعمل كده تاني، انا عمري ما هأذي حد تاني، ولا هاجي عليكي ولا هتعبك تاني، ارجوكي سامحيني. ولقيته جاي وعمال يعيط ويقول لي خلاص معلش وحقك عليا وندمان اخر ندم. لا دلوقتي ما بقتش عارفة ابطل الحاجة اللي انا بديها له دي ولا افضل. هل لو بطلتها هيرجع زي ما كان ويرجع يشم نفسه عليا تاني ويعمل كل اللي كان بيعمله، ولا انا كده خلاص خدت حقي منه وبكفاية وابطل عشان هو كده خلاص اتقرص من اللي حصل له. خايفة، قولولي اعمل ايه، اكمل في اذيته ولا كفاية عليا كده واشوف اجرب كده هيرجع زي ما كان، لو لقيته رجع اكمل زي ما انا كنت ماشية، ولا اقف كفاية عليه كده عقاب. ارجوكوا قولولي اعمل ايه. سمعت القصة لغاية كده ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وقولي رأيكم انتوا في التعليقات، انا مش هقول رأيي. قولوا لي انت رأيكم ايه، هي تكمل وتكمل تأذيه ولا تقف على كده.